اول مشهد بيبدأ مع تشارلي بطل الفيلم في ورشة صغيرة، بيكون بيصلح طيارة قديمة جابتها له مراته سارة هدية. بتيجي سارة تسلم عليه وتودعه لانها مسافرة لندن يومين في مؤتمر تبع شغلها، وبنعرف من كلامهم ان تشارلي شغال في المخابرات الامريكية CIA كمحلل بيانات وخبير تشفير وبرمجة. بعدها بيروح تشارلي شغله وبيدخل قسم البيانات والرسائل المشفرة وبيقعد على مكتبه وبيبدأ يشتغل، لكن وهو شغال بتجيله رسالة فيها ملف سري غريب بيكون جواه تسريبات ومعلومات من حد مش معروف، لكن الكود اللي فيه بيكون باسم أنكولاين. المعلومات في الأول بتكون مش واضحة، لكن بعد شوية تركيز بيفهم إنها معلومات عن عمليات سرية للمخابرات الأمريكية بتحصل بشكل غير قانوني في الشرق الأوسط. تشارلي بيتصدم جدا من اللي شافه وبيبدأ يدور اكتر لحد ما بيكتشف ان الحكومة الامريكية بتتعاون مع ارهابيين وبتستخدمهم في عمليات قذرة، والكارثة ان المسؤول عن العمليات دي كلها بيكون هو رئيسه مور اللي بيكون في نفس الوقت نائب مدير الوكالة. تشارلي بيخرج من مكتبه وهو مصدوم جدا، وصاحبه أليكس بيقابله وبيلاحظ ان هو مش طبيعي، ولما بيسأله بيحكي له تشارلي عن المعلومات اللي شافها، لكن أليكس بيقول له ينسى كل دوت وما يوقعش نفسه في مشاكل. بعد ما بيرجع تشارلي للبيت بتكون مراته سارة وحشاه جدا، فبيتصل بيها بس تليفونها بيكون مقفول، فبيبعت لها رسالة يقول لها ان هي وحشته. لكن تاني يوم لما بيرجع للشغل بيلاقي مديره مور مستنيه في مكتبه. بيستغرب جدا تشارلي وبيسأله عن السبب، فمور بيقول له سمعت عن اللي حصل في لندن. تشارلي بيرد عليه وبيقول له هو مش فاهم بيتكلم عن ايه بالظبط، فمور بيقول له ان هو لازم يجي معاه المكتب مديرة المخابرات وهي هتفهمه. لما بيوصلوا هناك بتبلغه ان حصل هجوم على فندق كريستوفر اللي في لندن اللي مراته سارة كانت نازلة فيه، وان بسبب الهجوم دوت في ناس كتير ماتت ومن ضمنهم سارة مراته. تشارلي بيتصدم من كلامها وبينهار جدا وبيعيط وبيدخل في حالة اكتئاب، وكل اللي بيدور في دماغه هو مين اللي عمل كده وان هو لازم ينتقم لمراته. وتاني يوم بيروح يقعد مع مور وبيسأله لو في اي جديد وصلوا له، بس مور بيقول له ان التحقيق شغال ولسه بدري. تشارلي ما بيعجبوش الكلام وبيحس انهم بيضيعوا وقت، فبيقرر يتحرك بنفسه ويجيب هو حق مراته. بيروح تاني يوم للمطار عشان يستلم جثة سارة مراته، وبيلاقي معاها هدية ورسالة كانت جايبها له، لكن اول ما بيقرا الرسالة بينهار من العياط. وبيرجع لمكتبه تاني يوم وبيدور على معلومات عن الجماعة الارهابية اللي قتلت مراته، وبيكتشف انهم كانوا موجودين في مبنى جنب الفندق وكانوا بيحاولوا يسرقوا حاجات من هناك، لكن الامن شافهم فهربوا على الفندق وخدوا رهينة من هناك عشان يقدروا يهربوا بيها. سارة حاولت تدافع عن الرهينة، فاللي حصل انهم خطفوها هي بدل الرهينة وبعد كده قتلوها. وتشارلي بيعرف ان اللي خطفوها اسمهم ميشكا وإيليش، لكن اللي قتلها هو شيلر، وده بيكون راجل خطير جدا وعنده علاقات كبيرة بالحكومات وشغال مع مرتزقة ومتورط مع عناصر فاسدة في الحكومة، ومن ضمنهم بتكون المساعدة الخاصة بيه جريتشن اللي كانت عميلة استخبارات سابقة، وهي دلوقتي عايشة في باريس وكل يوم بتروح كافيه معين تقعد فيه. تشارلي بعد ما بيعرف المعلومات ديت بيروح لمور عشان يقولها له، لكن بيلاحظ ان مور مش متفاجئ وبيكتشف ان هو كان عارف كل ده وساكت. تشارلي بيتعصب ومش فاهم مور كان ساكت ليه. مور بيقول له ما ينفعش نتحرك دلوقتي عشان لازم نحافظ على سلامة الدولة، وبيقترح عليه يزور دكتور نفسي عشان يعالجه من الصدمة اللي حصلت له. فبيروح فعلا تشارلي يقابل دكتورة نفسية وبيحكي لها ان هو غضبان وزعلان جدا ومش قادر يستوعب ان مراته ماتت، ومصدوم من انهم في الوكالة مش بيحاولوا ينتقموا، وبيقول لها ان هو لازم يجيب حقها بنفسه. وتاني يوم بيروح تشارلي المكتب وبيسرق من هناك ملفات خطيرة جدا على عمليات مور، وبيدخل له المكتب وبيواجهه بالحقيقة كلها، وبيكتشف ان مور دبر عمليات ارهابية كتير في مستشفيات وقواعد عسكرية في سوريا واليمن وافغانستان، وانهم كمان اخفوا موت الاف المدنيين ولفقوا كل دوت للارهابيين عشان مصالح سياسية. لكن تشارلي بيهدده وبيقول له ان كل الملفات ديت هتتبعت لصحفيين كبار في البلد لو هو حصل له حاجة، وان هو زرع شفرة محدش يقدر يعرف مكانها غيره، وان هو لازم بنفسه يدخلها كل 5 ايام عشان ما تتسربش. مور بيقلق جدا منه وبيخاف وبيسأله هو عايز ايه. تشارلي بيقول له انا عايز مساعدتك عشان اقتل اللي قتلوا مراتي بايدي. مور بيتفاجئ لان تشارلي ما بيقدرش يقتل ومالوش في القتل، لكنه بيوافق عشان يهديه وبيخليه يتدرب تحت اشراف كولونيل اسمه هندرسون. وفعلا بيبدأ تشارلي تدريبات قاسية جدا وبيتطور بسرعة، لكن بعد فترة بيكتشف انه مش قادر يقتل لان هو بطبعه مش مجرم ومش قاتل. وفي يوم بيقعد معاه هندرسون وبيقول له ان في ناس مولودة
مولودة بتعرف تقتل بس انت مش منهم، وبيفهموا ان القتل ده حاجة مش سهلة ومحتاج قلب ميت وان هو مش الشخص ده خالص. تشارلي بيتضايق جدا من كلامه وبيحبط بس بيصمم ان هو يكمل. وفي نفس الوقت بتكون الوكالة بتدور على مكان الشفرة اللي تشارلي زرعها، وبيفتشوا بيته وبيفتشوا مكتبه لكنهم ما بيلاقوش حاجة. ومور بيتضايق وبيغضب جدا وبيقرر ان هو لازم يقتل تشارلي، فبيطلب من هندرسون ان هو يقتله. لكن تشارلي كان متوقع ده فبيهرب وبيكتشف ان مور كان بيتجسس عليه وانه حاطط له جهاز تصنع، فبيزور هوية جديدة وجواز سفر جديد وبيسافر على باريس عشان يقابل جريتشن. والوكالة بتعرف انه هناك فبيبعتوا وراه هندرسون عشان يقتله. تشارلي بيأجر شقة قدام كافيه جريتشن وبيفضل يراقبها، ولما بتوصل بيخترق تليفونها وبيعرف عنها كل حاجة وبيعرف عنوانها ومكان سكنها. وبيروح بالليل بيقتحم شقتها وبيعرف ان عندها ميعاد بكرة في عيادة الربو. وتاني يوم بيروح عشان يشتري ورد بيجيب حساسية للناس اللي عندهم ربو، وبيطحنه وبيروح العيادة وبيستغل وجودها في أوضة ازاز وبيحبسها فيها وبيدخل لها حبوب اللقاح عشان تخنقها وتموت. لما بتتكلم معاه وتسأله هو ليه بيعمل كده بيقول لها ان هو جوز سارة اللي قتلوها في لندن، لكن لما بيشوفها فعلا بتموت بيقلق وبيخاف، فبيفتح لها الباب. اول ما بتخرج بتضربه وبتجري تهرب لكن عربية بتخبطها وبتقع تموت. تشارلي بيزعل جدا وبيتصدم وبياخد موبايلها وبيهرب بسرعة من المكان. وفي وسطهم هو بيحاول يهرب بيدخل لكافيه ليلي بيقعد فيه، لكن فجأة وهو هناك بيشوف هندرسون قدامه فبيفهم على طول ان هو جاي عشان يقتله، فبيجري من المكان وبيدخل مبنى مهجور لكنه بيلاقي ان هندرسون وراه، فبيضطر يواجهه لكنه بيتفاجئ ان هندرسون مش جاي عشان يقتله لكن بالعكس ده بيقعد معاه وبيديله نصائح غريبة عن الحياة واللي هو عايز يعمله. تشارلي بيشكره جدا بس هندرسون بيقوله ان هو زرع قنبله في المكان وهتنفجر خلال لحظات، وبتنفجر فعلا لكن تشارلي بيقدر يهرب في اخر لحظه. بعدها تشارلي بيتواصل مع انكلاين اللي كان بيبعت له الشفرات وبيقوله ان هو محتاج يقابله، فبيقوله ان هو موجود في تركيا وبيبعت له العنوان اللي هم هيتقابلوا فيه. وفعلا تاني يوم بيوصل تشارلي لتركيا لكنه بيتفاجئ ان انكلاين طلعت واحده ست، ولما بتقابله بتقوله انهم لازم يتحركوا فورا ويتقابلوا تاني بعد نص ساعة عند عربيتها. وهناك بتحكي له عن حياتها وبيعرف انها ارملة روسية كانت متجوزة وكيل سابق في الKGB وهي دلوقتي عاملة استخبارات، وجوزها علمها التشفير والبرمجة، ومن وقتها وهي بتحاول تساعد تشارلي عشان تفضح المجرمين اللي شغالين في الوكالة. تشارلي بيقول لها ان هو محتاج مساعدتها عشان يجيب حق مراته، فبتوافق وبتاخده للبيت السري بتاعها. وهناك بيعرف انها جمعت معلومات كتير عن الارهابيين وانها لسه واصله المعلومات ان ميشكا حاليا موجود في اسبانيا. في الوقت دوت مديرة المخابرات بتبدأ تشك في مور فبتقابله وبتسأله لكنه بيلف وبيدور عليها ومش بيقول لها حاجة. المساعد بتاعها بيوريها صورة لهندرسون وبيعرفها ان مور بعت هندرسون يقتل تشارلي في باريس، فبتقرر تحقق في الموضوع بنفسها. تاني يوم تشارلي بيوصل اسبانيا وبيعرف ان ميشكا بيقضي وقته في حمام سباحة على سطح فندق كبير، فبيزرع متفجرات تحت حمام السباحة. ولما ميشكا بيظهر بيقف قدامه وبيقول له ان هو جوز سارة اللي قتلوها وان هو لازم يقول له مكان شيلر فين والا هيفجر بيه حمام السباحة. ميشكا بيفكر انه بيهزر لكنه بيقلق وبيحاول يخرج من حمام السباحة باقصى سرعة لكنه ما بيلحقش يهرب، وتشارلي بيدوس على الزرار وحمام السباحة بينفجر وميشكا بيموت. انكلاين كانت على اتصال مع تشارلي واول ما بتشوف اللي حصل بتبلغه ان هندرسون في المكان ولازم يهرب فورا. تشارلي بيجري وبيستخبى في مبنى وانكلاين بتوجهه بالممرات اللي يقدر يهرب منها، لكن هندرسون بيقرب منه وبيمسكه. بس فجأة بيظهر عميل تاني وبيهجم على هندرسون وبيشتبكوا مع بعض، وهندرسون بيتصاب لكنه بيقدر يقتل العميل في الاخر. وتشارلي واقف من بعيد متردد يساعده ولا لا، بس انكلاين بتقوله ان هو لازم يهرب ويمشي في اسرع وقت. وفي نفس الوقت دوت بتكون مديرة المخابرات بتستدعي مور وبتسأله عن تشارلي لكنه بيقول لها ان تشارلي في اجازة بسبب موت مراته وبسبب تعبه النفسي. ساعتها المديرة بتتأكد ان هو بيكذب عليها لكنها ما بتبينش ده ليه. وفي وحدة المراقبة اللي في الوكالة بيقدروا يحددوا مكان تشارلي وبيعرفوا ان هو على اتصال مع انكلاين فبيقرروا يختلوها. وبالليل بيكون تشارلي وانكلاين نايمين لكنهم بيسمعوا صوت انذار وبيفهموا ان القوات الخاصة جت عشان تتخلص منهم، فبيهربوا بسرعة وبيتحركوا بالعربية
العربية، لكن القوات بتضرب عليهم نار وانكولاين بتموت، لكن تشارلي بيقدر يهرب. فبيركن العربية في مكان بعيد وبيبوسها من راسها وبيزعل عليها جدا وبيعيط وبيسيبها ويمشي. وتشارلي بيكون تايه مش عارف هيروح فين وهيعمل ايه، وكل اللي في دماغه هي مراته وهي بتموت وازاي هيجيب حقها. والغضب بيزيد عليه وما يبقاش همه اي حد. وبيكتشف ان في رسالة وصلت على موبايل ميشكا عن صفقة صواريخ هتتم في رومانيا، وان إيليش بيكون هو المسؤول عنها. وفي يوم الصفقة إيليش بيكون واقف جنب شحنة الصواريخ، لكنه فجأة بيلاقي تشارلي قدامه. تشارلي بيهدده بيقوله ان هو زرع متفجرات في المكان كله، ولو فكر يتحرك هيموت. وبيعرفه بنفسه بيقوله ان هو جوز سارة اللي قتلوها في لندن. إيليش بيستسلم وبيقوله ان شيلر هيكون موجود على سفينته في المياه الروسية. تشارلي بيفجر المكان كله وبيتحرك على روسيا، وبيبدأ يخطط ازاي هيقدر يوصل لشيلر. فبيروح على المينا وبيتخانق مع واحد من العصابة، واللي بياخده بعد كده لشيلر على السفينة. لما تشارلي بيواجه شيلر بيقوله انه ما كانش قاصد يقتل مراته، بس لما اتزنق وسط الشرطة ما كانش قدامه اي مفر تاني وكان لازم يعمل كده. وبيديله المسدس وبيقوله لو انت عايز تاخد حق مراتك مني وتقتلني تقدر تقتلني دلوقتي. تشارلي بيمسك السلاح وبيوجهه عليه، بس بيقوله ان في زمان واحد قاله ان هو مش هيقدر يقتل، وان هو فعلا كان معاه حق لان هو ما بيقدرش يقتل. وبيرجع يقعد مكانه وبيسيب المسدس، لكنهم بيتفاجئوا ان السفينة بتغير اتجاهها وبيبقوا مش فاهمين ايه اللي بيحصل وده بيحصل ازاي. لكن تشارلي بيقوله ان هو قدر يخترق السفينة ويسيطر على النظام بتاعها، وانها دلوقتي متوجهة ناحية المياه الفنلندية، وان الانتربول مستنيهم هناك. وخلال لحظات الشرطة بتقتحم السفينة وبيقبضوا على شيلر واللي معاه كلهم. والناحية التانية بتكون مديرة المخابرات طالعة في مؤتمر صحفي بتقول انها كشفت عن ناس تقيلة في الوكالة متورطين في عمليات غير قانونية وانهم كلهم هيتحاسبوا. وفعلا بنشوف في نفس اللحظة القبض على مور وكل المتورطين معاه. وبعد كام يوم بيرجع تشارلي لبلده وبيزور هندرسون وبيشكره ان هو ما قتلهوش رغم ان هو كان قادر يعمل كده. وبنشوف تشارلي وهو بيصلح الطيارة اللي كانت مراته جايبها له وبيطير بيها وهو حاسس انه اخيرا رجع حق مراته وقدر ينتقم لها. لو عجبك الفيلم او ما عجبكش مستنيك في الفيلم اللي جاي لانه اكيد هيعجبك، بس لازم تنزل تعمل اشتراك دلوقتي وتدعمني بلايك.